قررت إدارة التحريات صباح الأخبار السعيدة، صباح الأخبار الحلوة. الحمد لله، أبشركم تم القبض على الشخص اللي استغل الطفل اليمني الصقر وقام بتعذيبه واستغلاله. شاهد الفيديو. قررت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال طفل من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة والاعتداء عليه بالضرب، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة. طبعا الحمد لله تم الإمساك فيه، وأنتم في دولة أمن وأمان وما يضيعش حق أحد بإذن الله. ولكن رسالة إلى المسؤولين والسياسيين، حقنا بالله عليكم، بالله عليكم اتقوا الله في هذا الشعب. هذا شخص وحالة واحدة من بين آلاف الناس الضعفاء اللي يتم استغلالهم. وارحموا الشعب، ونسأل من الله أن يخارج الشعب اليمني وأن يعزنا في بلادنا وأن يرجع كل مغترب إلى أهله سالما غانما، وإن شاء الله أن يتم إصدار أقوى العقوبات بحق هذا المجرم. حلمه كان بسيط فقط، إنه يلتقي بأمه، وإن شاء الله إنه يتم الوقوف معه من جميع الأشخاص. إن شاء الله الخير موجود، ما زال عند بعض الناس في خير، في قلوب رحيمة. لأن الفيديو أقسم بالله العظيم إنه الشخص اللي يشوفه أتحدي إذا عنده قلب إنه ما يبكي. على العموم اللهم لك الحمد، وإن شاء الله إنه ربي خارجنا. ورسالة إلى السياسيين: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في الشعب اليمني، اتقوا الله. كفاية حروب. شوفوا كيف بهذلتونا، شوفوا كيف حالة الأطفال، شوفوا حالة الأطفال. هذا واحد من بين آلاف الأطفال. والسلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. تحياتي لكم جميعا.